زي ما قال محمد سعد عبد الله الله يرحمه. ايوه. قابلته قام عرفه اللي يدق معي ذاك يدق ما تاكل الاولى. بعدين روح بيفطر عنده في البيت قال لي جاء طول عند الدباب لما عندي له قال لي تشوف الاستاذ محمد سعد قال له ايوه كذا يقوم ركبنا من الدباب ركبت ما جيت جالس في الغرفه لحاله جالس يسوي كذا حياك الله استاذ محمد اهلا حياك الله لا يقول له اعرف الاستاذ الفنان عبد الرحمن البكري واعرف الاستاذ الفنان الكبير محمد سعد عبد الله حياك الله اهلا مرحبا انا اقول اسالك يا استاذ محمد قال تفضل فين الفن اصول الفن هنا في اليمن. إذا حرام عليك يا عبد الرحمن ايش قال حبتين ملايين ما كفى. بالله اسماعيل باق ما امس قل له بالله انا كان اغنيهم ما يفعلون الجمهور ما يفعل اكثره في السعودية. ايوه قلت له ايش ما يفعل اليوم؟ قال والله يلعبوا قبل شكر الله الجمهور قال الله يقبل وهو يعني هو يغني وانا اغني في الحفل قال حفل ايوه على محمد سعد وهم يلعبوا ضمنه والجمهور يضمنه. قلت في اليمن قال حرام عليك اليمن ايش يعني؟ قال والله العظيم انا ابكي والجمهور يبكي. حقيقي والله العظيم قال انا ابكي والجمهور يبكي معي. ايش من فن هذا قال لي؟ حقيقي والله يعني. والله ايش من فن يعني؟ هو فعلا كلامه يعني الحفلات هذه الحفلات اقول لك. طيب هويت الفن في عام يعني لما دخلت السعوديه؟ بعدها فتره سنه في فنادق. انا واحد هنا كان زي ما تقول انا هاوي الزياده وهو كان هاويها. بعدين كان اخته تجيني اخته تجيني تقول لي والله والله جبت فنانه والله جبتها كويس وانا انفعل ما هلما مسكرون. بعدين انطلقت في الفن كان كل ما اغني انا اقول اي والله فنان علي جبتها صح انطلقت من هذا كله. انطلقت من ذاك نفسي. والاشعار كان يجيبها لك من اشعار نفسي كان نفسك اشعار نفسي قبل ما اغني اديب يقول قبل ما تجيب. طيب ما هي افضل اغنيه الذي حبيتها؟ يا اخي بالنسبه لي الاغنيه هي زي الاولاد زي ما 10 اولاد تحبهم كلهم. لكن بالنسبه لي الاغاني كل ما طلعت اغنيه طلع على وضع يعني ايوه. طيب يا استاذ عبدو الاغاني هي تجيك يعني هاجس صح لما هاجس وبعدين تقوم تدندن عليه صح؟ ايوه هاجس تدندن على مو توزنها على مو طوالي وتسجلها وخلاص وتلحن عنها طوالي. يالله من الليله اساها تعود فيها تسلى خاطري وارتاح فيها قطفت من الغسل المورود وشيء ما تحتاج له وضاح. ما تحتاج له. شوف التحيه كيف دي. يالله من الليله اساها تعود فيها تسلى خاطري وارتاح فيها قطفت من الغسل المورود واشياء ما تحتاج له وضاح. صدفه التقينا بعد يجي صار في ثنايا ويجي يسمع. الله اكبر. الله اكبر يا استاذ. قال اقبل يهز الارض هز الرؤود بخدود تضوي شوف بارق لاح واطور من فستانها المشدود لها بالسمه عود اصلي فاح وعيون من دون الكحول السود تذبح قلوب الخلق بدون سلاح. الله اكبر. مهار الصدف لا جت بدون عود اللي قضيناها طلب ونزاح. هذا هو. بعد اللي قال فوق الجود مسكين بوفاسه شباب مسكين بوفاسه. الله اكبر. لما روح وبخ من هناك قال شلني جيب كان شلني اجل. ايوه حق الصوالين هذا حسبي الله عليهم سايقين الصوالين. والله بعضها حافظني لا بس يعني ما هو السر اللي جبتها الاغنيه هذه. والله لقيتها حق الصوالين هي. اي اغنيه حلوه لكن ما احمد سمع له يقول حسبي الله عليهم سايقين. قلنا الذي انت تذكرها رحمتها ما تجيهم. لها قصه انا والله ما نسيتها. طبعا كيف لما خطفوك شوك تروح شلني جيب يعني. لا حق ودأت اللي اروح ويا عقلي ذيك كلمات واحد يقول لها محمد صالح أو شريك كلمات هذا واحد مغترب كان شاعر معي شاعر دائما عندي كان يجيب لي اغاني
شبحوا لي سوى شيء يروح ما روح ولا. بعدين جاء سهرة بعده مكة. قال له محمد قال له أمانة حصلت ناس هاوشنا وشفت يسامني. قال ها قال له والله قال له يتركنا ما شاء الله والله. مشى طوالي ما شابه ما جابه شيء خط علىها جابه الساحل تحت. ذاك الرجال قدام خريطة الجيزان. ليش؟ قال له محمد قال له أنت الآن تشيل البيت. شاب قشرك من درج ملان. حبل فلوس للشاه قبل أولادكم بيت. قال له كلام كلام. شاعر القطة رواهم من بيت. قال فداءة الله يا روحي يا عقلي هذا نصيبي من الدنيا ذا المكتوب. مكتوب. فداءة الله يا روحي ويا عقلي هذا نصيبي من الدنيا ذا المكتوب. عصيتموني وطاوعتم أمر خلي أنا المتيم أنا مسؤول منهم. الله أكبر. يعني قال لهم عصيتموني أنتم روحه وقلبه. عصيتموني وطاوعتم أمر خلي أنا المتيم أنا مسؤول منهم. احترت عند الوداع وتقيدت رجلي. رادفت نهدات حتى مزقت الثوب. احترت عند الوداع وتقيدت رجلي. رادفت نهدات حتى مزقت الثوب. وخليني جاي فين شلني أجلي. مسألة 2 شمر بين المصوب. غنيت سكت قدام من المقلي. ما رجلي ما أرحم في حالة المنكوب. حديد ما ذاق ورا الحب الأسهل ولا عايش معنا الحب المحبوب. حديد جيب ما يرحم لا حن احترت عند الوداع وتقيدت رجلي. رادفت نهدات حتى مزقت الثوب. أيوة قال. ما بعد هذا نسيتها والله طويل غنيتها والحد الآن هذا مكانه. هذا صاحبك الشاعر مكان. أيوة هذا هني في الحواتم كهم جبل يعني قريبة لك ها؟ أيوة قريب هني. كم لك منه يعني التقيته؟ من زيارته والله جاء في العيد اللي فات. ما شاء الله يعني قريب. أيوة جاء زارني هني. ما شاء الله. كان شاعر هو يعني هو البكري شاعر. والله احنا شباب من ذا وانا هويت مع عم اسماعيل ابو ناصر. هذا كان عم اسماعيل معه شرطه لو اقول لك كم. يهوى كان يهواني زيادة عن اللزوم يهواني. سبحان الله. بعد أكثر شيء يهب له كل ما أغاني يهبها. المهم أحسن حاجة في الفن ما هي أستاذ عبد اللي شفتها أنت؟ أحلى شيء. والله الحقيقة يا أخي الفن زي ما قلت لك زي الأولاد. زي الأولاد. كل ما حبيت أغنية تحتوها فترة مؤقتة ويجي ثاني ضيعها. كل ما جت واحدة كل ما جت واحدة ضيع ثاني. والشعر هو حالي يهبوها. لكن اليوم أجي أفكر في الموضوع ما كان جبت المصيبة كلها أنا جبتها. أقول يا سكن داخل مخوبة. ما تفكر في الحاجات تجيب كلمات يعني كلمات قوية حقيقة لما تستمع لها بعدين تخيلك كأنها واقعية. أيوة. هو هي ولا غربة. أوهام. لا هدي بنت خاف الله رجال حالي. لا تبيني بالسالفة ديالي. بالله لا تحكي مالك يرحميها بالبال. ما يسوى لا تبدي مني وانت قريبه بيني وبين شيحتي شيبه. لو مر يوم ما اشوفك مصيبه لا تجدي كمان افضل الحال. هذا كان تحبه اكيد كان بشيء. ايوه تقوم تقول لي ايه فعلا مصيبه لو شفتك مصيبه. نعم. وشعر راسك ما اختلط فيه شيبه. ايوه هذا بيني وبينك كم وانا صعيبه رجع حسابك شوف كم بتكاين. شوف المسافه بين منها 50 بيت. 50 بيت. هي جواب ورد. ايوه اخذوا ورد. الله يوفقكم ان شاء الله. وسعدنا بلقائك يا استاذي والله. ولنا فتره طويله نتنوع والصدف جابتنا لهنا. وبتشجيع الاخ توفيق للامانه ان كان احنا نشتغل معه. حياك الله. وسمعنا الفن حقه وقلنا والله نفيد. قال فين رقمه؟ قلت رقمه معي محفوظ في الجوال. انت عاد محفوظ؟ والله محفوظ في جوال امي الله يجزاها العافيه. جوال عادي زي حقك. قلت ارسلوا لي بالرقم ارسلوه واشتغلنا هناك واتصلنا لك ذيك اللحظه. الحمد لله. ما له 12 سنة من يوم جاب أو 13 يوم جاب لي الرقم. ما يمزج أزول من 30 سنة. جوال رسمي. قديم هذا. أزول من 30 سنة.